خطوات. شكرا جزيلا إمارات الخير، شكرا جزيلا هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، دائما عودونا على هذا التعاون والتعاطي السريع مع حاجات ومتطلبات حضرموت. شكرا لهم على كل ما يقدمونه ويعملونه. شكرا للأخوة القائمين عن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي هنا في حضرموت. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن هنا اليوم نقوم بتسليم المساعدات الطبية والمكونة عن أجهزة فحص متطورة إلى مستشفى مديرية حجر لتقديم المساعدات الطبية للمستشفى وللمواطنين ولتخفيف معاناة التنقل إلى مديريات أخرى للعلاج. تأتي هذه المبادرة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ضمن المساعدات المقدمة لليمن في مختلف المجالات. طبعا قطاع الصحة من القطاعات المهمة جدا، وهي من القطاعات ذات الأولوية التي يحتاجها المواطن في ساحل حضرموت بالذات، وهناك احتياجات كبيرة للدعم في حضرموت في الساحل نتيجة لظروف البلاد ونتيجة لما تمر به البلاد بشكل عام. طبعا نحن بفضل أخواننا في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ودولة حالب بشكل عام استمرت الخدمات الطبية عندنا في ساحل حضرموت في طيلة كل هذه الفترة، طبعا بدعمهم وبوجودهم معنا وبتنسيقنا المستمر في الاحتياجات والدعم. طبعا كل المنظمات الدولية تتحدث عن انهيار الخدمات الصحية في اليمن، ونحن هنا في محافظة حضرموت الخدمات الصحية مستمرة بشكل كبير، بل وأنها توسعت العديد من الخدمات في كثير من التخصصات النادرة التي يحتاجها المواطنين، ولم يتوقف أي مرفق صحي بحدها الأدنى. وهذا أيضا يأتي بمشاركة وبشراكة حقيقية مع أخواننا في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ودعمهم لمديرية حجر صراحة جاء في مكانه وفي موقعه الصحيح، لأنها مديرية نائية بعيدة تتقطع بهم السبل غالبا مع الأمطار والسيول، وهذا الاحتياج احتياج ملح للمديرية ومن الضروريات والمهمات في إنقاذ الحياة، سواء كان للنساء الحوامل أو للمواطنين الذين يحتاجون دم ويحتاجون فحوصات بهذه الأجهزة. طبعا الاحتياجات كبيرة نتيجة للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، لكن اختيار المناطق النائية يعد أولوية من أولوياتنا، وأيضا اختيار الأجهزة والتجهيزات، أيضا كثير من التجهيزات الضرورية الملحة لإنقاذ الحياة هي تشكل أولوية بالنسبة لنا. في بعض تجهيزات وبعض احتياجات تعتبر يعني مستوى ثالث مستوى رابع قد ما نحتاجها في الوقت الحالي، لكن في ظروفنا الحالية هذه الأجهزة تعتبر من الأجهزة الضرورية المهمة. نشكركم جميعا طبعا على هذه اللفتة، ونشكر الأخوة، نشكر الأخ شوقي على النزولات المستمرة في المحافظة يخطها طولها بعرضها، يعني جزاه الله خير يعني، ونتمنى لكم التوفيق، ونشكر دولة الإمارات على هذا الدعم. استلمنا شحنة أدوية هنا في المطار، أول شحنة وأول طائرة تحط في مطار الريان، وكانت أدوية نوعية لأصحاب الأمراض المزمنة، كانت جميلة جدا استفادوا منها الناس بشكل كبير، ونتطلع إلى الدعم المستمر والاستمرارية الشراكة بيننا وبين الأخوة في الهلال الأحمر الإماراتي، ويكون هناك تنسيق أكبر على أعلى مستويات، ونتمنى لكم التوفيق. فبادئ إذا بدأ نحن تعجز ألسنتنا في مديرية حجر أن نتقدم بالشكر الجزيل لدولة الإمارات شعبا وحكومة وممثلة بالهلال الأحمر أو بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على ما يقدموه. حقيقة تعجز ألسنتنا على هذا الشكر. هذه الأجهزة حيوية جدا. طبعا لا يفوتنا أن نتقدم طبعا بالشكر للأخوة شوقي التميمي والأستاذ رياض على نزولهم وتعشمهم وتطلعهم أو اطلاعهم على ما تعنيه المديرية في كثير من الخدمات، وأملنا كثير في الدعم طبعا. لكن هذا بالنسبة للمستشفى هذا شيء إنقاذي جدا، يعني نحن طرقنا عدة أبواب بحقيقة الأمر منذ فترات طويلة لتوفير هذه الأجهزة. لن نرى أي تجاوب سريع إلا من قبل الأخوة في الإمارات. هذا علامة أو أشمة خير علينا إن شاء الله، ودائم في جبيننا نتمنى أن نوفيه لأهلنا وأخواننا في الإمارات. أهل حجر جميعا بالأصالة عن نفسي وعن نيابة عن أهل حجر نقدم بالشكر الجزيل
شكرا شكرا شكرا. لسنا تعجز عن وصف هذا الموقف اليوم بتقديمكم لهذا الدعم. أملنا كبير، نتمنى لكم الخير والعافية ودمتم بخير. ما قصرت. تطلع النتائج ممتاز. حتى هم مستعدين الشركة. نحن اليوم هنا نستلم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 2 أجهزة طبية مقدمة لمديرية حجر بمحافظة حضرموت. استجابة سريعة وعاجلة من هيئة الهلال، مشكورين على الجهد والعمل العظيم الذي يقومون به. جهاز تحليل شامل للدم في أمس الحاجة له في مديرية حجر، وجهاز آخر تصوير لأمهاتنا وأخواتنا الحوامل والكشف بعض الأمراض. فنحن مشكورين للجهد الذي يقدمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من ضمن مجموعة من أعمال وجهود عظيمة تقدم هنا في محافظة حضرموت وفي اليمن عامة. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن هنا اليوم نقوم بتسليم المساعدات الإنسانية والمكونة عن أجهزة فحص متطورة إلى مستشفى مديرية حجر لتحسين مستوى الخدمات الطبية للمواطنين ولتخفيف عنهم معاناة التنقل إلى مديريات أخرى للعلاج. تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة المساعدات التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي لليمن في مختلف المجالات، حيث تولي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أهمية كبيرة لقطاع الصحة في حضرموت، فقد أطلقت في السابق مبادرة نحن نرعاكم، قدمت من خلالها شحنات طبية من الأدوية وتنفيذ عمليات جراحية متنوعة. وتستمر هذه المبادرة لتلبية احتياجات المحافظة الضرورية ولتحسين مستوى الصحة لديهم. وشكرا. ربنا كبيرنا ربنا كبيرنا.